اتكرر قوي كلمة برضع نضيف، والاسئله متكرره على يا دكتوره انا برضع نضيف، طيب كده استدعي ان انا اخد حبوب الرضاعه؟ طيب انا برضع والدوره ما بتجيليش، طيب ينفع اخد الحبوب واكمل عليها مده سنتين؟ طب هو لازم انا اغير؟ طب لو ما غيرتش هيحصل قلق؟ هل هو خطر؟ طب كل الاسئله دي كلها يا جماعه تتلخص في حاجه. اولا كلمه برضع نضيف لازم تفهمي معناها الصح ايه. برضع نضيف يعني برضع بدون دخول اي حاجه غير اللبن، واعتقد دي حضراتكم كلكم ما بتعملوهاش، انتوا من رابع شهر بتكونوا بتطعموا العيل بمعلقه العسل والزبادي. فبرضع نضيف خاصيه الرضاعه النظيفه مش متوفره فينا، ما بنقدرش نلتزم بيها. الرضاعه النظيفه يعني ما بدخلش اكل نهائيا للبيبي غير لبن صدري. رضعه واحده صناعي تعتبر مش بترضعي نظيف، معلقه العسل والزبادي تعتبر مش بترضعي نظيف. طب ايه المشكله بقى لما برضعش نظيف؟ مش معناها انك ما بتنزلش عليكي دوره فانت كده تمام ومش هيحصل حمل، لا حضرتك ممكن وانتي بترضعي وما بينزلش عليكي دوره يحصل عليكي حمل. ليه؟ لانك طول ما انتي دخلتي اكل للبيبي هرمون اللبن ضعف، وهرمون اللبن ده هو اللي كان مهبط الخصوبه فيكي، كل ما بيضعف خصوبتك بترجع، وده يعتبر السنيد بتاع حبوب الرضاعه. حبوب الرضاعه دي هي اللي بتسندها انك بترضعي، هي بتفضل محافظه على هرمون اللبن في جسمك عشان يدي اكتر كميه لبن. حضرتك اول ما بتدخلي اكل انت اللي بتوقعي بنفسك هرمون اللبن في جسمك، فتلاقي عدد مرات رضاعتك بدات تقل شويه رغم ان العيل معتمد عليكي كليا، بس برضه الهرمون ضعف في جسمك. فساعتها بيحصل ايه؟ حبوب الرضاعه مش هتصبح مناسبه ليكي، خلاص باتت سيئه بالنسبه لك، كفاءتها ضعفت. هي حبوب محتاجه حاجه سنيده معاها هرمون اللبن. فاول ما بنعدي 6 شهور الحبوب دي كفاءتها بتقل، يعني حضرتك ممكن تفضلي مكمله عليها واحتماليه حدوث الحمل معاكي ساعتها بتكون قائمه بنسب، يعني نسبة الفشل على حبوب الرضاعة بعد 6 شهور عالية. عشان كده انا بقول لكم غيروها لاي وسيله تانية، مش لازم تغيروها للبرشام التاني، لان البرشام التاني ما هو ممكن ما يكونش ينفع معاكي، فما ينفعش يا دكتوره انا باخد حبوب الرضاعه فبدلها لي بالبرشام التاني. ما انت ممكن يطلع عندك موانع للبرشام التاني، البرشام التاني ده بالذات واي وسيله هرمونيه ليها موانع تخصها، فما ينفعش تبدليها كده من نفسك في الصيدليه ولا في بيتك. حضرتك لازم تتوجهي للطبيب وهو يقول لك هي نافعه معاكي ولا لا. بعيدها عليكم تاني، برضع نضيف معناها ان انا ما باكلش، وده ما بيحصلش في مجتمعنا. حضرتكم بتاكلوا، فحضرتكم ولا واحده فيكم بترضع نضيف، وكلكم بترضعوا وبتدخلوا اكل. رغم ذلك الدوره مش بتيجي ولكن حضرتك ممكن تلقطي حمل من غير ما تشوفي دوره.